يعني ايه معدني ويعني ايه نصف تخليقي ويعني ايه تخليقي بالكامل؟ انا عاوز اشرح لكم الموضوع ده ببساطه جدا وبدون تعقيدات علشان كل الناس تفهم. مبدئيا هما التخليقي والنصف تخليقي والمعدني كلهم زيت عادي جدا، بالبلدي ببساطه وبدون تعقيدات وبدون ورقه وقلم، ومش هدخلك معايا في رموز لان كل رمز على شركه الزيت بيرمز الى حاجه، فانا مش عايز ادخلك في الكلكعه دي واعمل زي غيري واشرح لك بالبلدي علشان كل الناس تفهم. التخليقي ده زيت عادي جدا، بس زيت بيبقى عليه مواد واضافات اكتر، يقدر يحمي الموتور بتاعك اكتر من السخونيه، يقدر يحمي الموتور بتاعك اكتر من التآكل، يقدر يحمي الموتور بتاعك اكتر من البخره، اضافات كتير جدا بتخليه يتميز عن اي زيت تاني. نصف تخليقي هو نفس اللي انا قلته، بس بتبقى بكميات محدوده شويه، ودوت بيبقى اسمه نصف تخليقي. انما المعدني بيبقى زيت عادي جدا وزيت محترم جدا لبعض العربيات، بس ما بيبقاش عليه المواد والاضافات دي، او بمعنى اصح ما بيبقاش مخدوم الخدمه دي. فده الشرح ببساطه، وانا مش عايز اقول لك بقى ان التخليقي مناسب ليك والمعدني مناسب لغيرك، دي حقيقه على فكره. التخليقي ممكن يكون مناسب ليك والمعدني ممكن يكون مناسب لغيرك، لان التخليقي ممكن يكون مناسب ليك لكن مش مناسب لغيرك، والمعدني ممكن يكون مناسب لغيرك بس مش مناسب ليك. اختيار نوع الزيت ليه عوامل كتير جدا لازم تكون عارفها كويس جدا عشان تعرف تختار نوع الزيت بتاعك. تابعونا بقى علشان صدقني هيفوتك كتير جدا. سلام.